ما تيجي نحط مع بعض كده تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس العاصمة ونشوف التشكيل الأفضل. عندنا لاعيبة كتير في المنتخبات، عندنا لاعيبة كتير جدا محتاجة تلعب ومحتاجة إن احنا نشوفها. عندنا مشاكل كتير جدا خاصة في خط الدفاع محتاجين إن احنا نعالجها، ومحتاجين نجرب ثنائية فيها. علشان كده هنحط التشكيل ده ونشوف هل ده التشكيل الأفضل وده الأنسب إن شاء الله إن الأهلي يلعب بيه ولا لأ. في حراسة المرمى سيحة، لأن مفيش عندنا مصطفى شوبير ولا محمد الشناوي، فمحتاجين نشوف سيحة بشكل أكبر وياخد ما يقعدش. في مركز الباك اليمين عمر كمال، اللي أنا مقتنع جدا إن هو لاعب قوي جدا، لاعب لولا الإصابات كان هيكون في حتة تانية، لاعب محتاج إن هو يكون في الملعب. عمر كمال عبد الواحد باك يمين مهم جدا. قلبين الدفاع أشرف داري مع احمد رمضان بيكام، وهنا لازم نجرب الثنائيه دي، لازم نجرب اشرف داري جنب احمد رمضان بيكام هيعملوا ايه. هيعالجوا المشاكل اللي موجوده والارتباك اللي موجود عند ياسر وياسين مرعي، ويكون في تعليمات للمدرب ونقف على مستواهم، سواء اللي هيكمل معانا او لو هما الاثنين هيرحلوا في يناير. باك شمال محمد شكري، ولازم يكون في حسابات يسترب ان احنا اللاعب ده الباك الشمالي الاساسي للاهلي الفتره الجايه. محمد شكري افضل من كوكا في مركز الباك الشمال. محمد شكري لازم ياخد ويتجرب ويتطور ويغلط ويتقال له ده ينفع وده تكمل عليه وده تعالجه. لازم محمد شكري نشتغل معاه على ان هو الباك الشمالي الاساسي للاهلي. في وسط الملعب لازم نجرب احمد نبيل كوكا في مركز وسط الملعب، في مركزه في مركز رقم 6 يلعب في وسط الملعب مع احمد رضا في مركز رقم 8، او الاثنين يلعبوا على الدايره. حسين الشحات لو سليم وجاهز بنسبه 100% ورجع لازم يلعب في مركز رقم 10، يلعب حر تحت راس الحربه. حسين الشحات في العمق بيقدر يقدم اضافه، مع ان هو ممكن ينزل ناحيه اليمين. في مركز الجناح اليمين مفيش غنى عن محمد عبد الله، لاعب شاب، لاعب لازم يجهز، لاعب لازم ياخد، لازم تاخد من محمد عبد الله اعلى استفاده فنيه دلوقتي علشان تشوف هيكمل معاك او تطلعه اعاره الموسم القادم. في مركز جناح الشمال احمد عبد القادر لو جاهز، احمد عبد القادر لازم يبدا ولازم يلعب ولازم ياخد ونعتمد عليه علشان نشوف هل يستحق ان احنا نعافر ونتفاوض معاه ان هو يجدد ولا نكتفي منه الموسم الحالي وعلى كده. في مركز راس الحربة مش عايز جراديشار، مش عايز طاهر، عايز حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم لازم ياخد ويكون اساسي في كاس العاصمة. اللعيبة دي لازم في كاس العاصمة تكون موجودة بشكل اساسي، ده التشكيل الافضل. مع كمان ان انا ممكن اقول لك ان انا اريح واحد زي كوكا والعب بواحد زي ابراهيم كازما واجربه، لكن خلينا نقول ان كوكا محتاج يلعب في نص الملعب علشان يسترو يشوفه بشكل افضل وشكل احسن من وجوده في مركز الباك الشمال. ده التشكيل الافضل لحين رجوع اللعيبه اللي هي هترجع ان شاء الله من المنتخب الثاني اللي شكلنا مش هنكمل في كاس العرب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.